هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا. كلما عملقت الآخرين أصبحت قزما. الأشياء لا تقاس ما في شيء اسمه كبير، ما في شيء اسمه صغير إلا عندما نقارنه بشيء. يعني هذا الكوب مثلا هو كبير لصغير مقارنة بإيش؟ هو صغير مقارنة بالاستديو، هو كبير مقارنة بحبة فول مثلا، فهو يكبر ويصغر بحسب ما أقارنه به. أنا الآن لما أعملق الناس أصبح قزم، لا قيمة لي في وجودهم. وعندما بالعكس، عندما أقزم الناس وعملق نفسي، وهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم الكبر. الكبر ما هو بطر الحق وغمط. أحيانا أفكر قديش الواحد يكون شجاع لما يحاول عشان نفسه كل يوم. وهو سهل إنك تكون أنت اللي تغلط، وأنت اللي تحاسب نفسك، وأنت اللي تقومها من جديد. تتعب، تطيح، بعدها ترجع توقف بدون ما أحد يدري عن تعبك. المعركة اللي داخلك يمكن تكون صعبة، بس هي اللي تكبرك. تشتغل على نفسك بهدوء، تبني نفسك حبة حبة، وتصير اليوم أحسن من أمس. او مش لابسه حجاب خالص، هي طبعا على معصيه طبعا، ومعصيه مش سهله طبعا، لانها مستمره، يعني عمليه تفتي الناس وتعمل وتسمي. لكن انت احسن منها، مين قال ده؟ ان شاء الله، يعني مين قال ده؟ لعلها هي افضل من ملء الارض من مثلك، ما نعرفش. ويمكن ليها بر عالي بابيها بامها، يمكن ليها صداقات، يمكن. You guys how you can change your reality around and what you need to do if you are in a stuck place right now in order to change it around and action